مباراة المغرب وفرنسا برسم نصف نهائي كأس العالم التي من المقرر إجراؤها يوم الأربعاء القادم تحمل آمال الفريقين للوصول للنهائي في أكبر تظاهرة كروية بالعالم. جمهور المغرب وفرنسا الذي يتابع المباراة بحماس اهتم هذه المرة بالخصوص بالعلاقة الوطيدة التي تجمع اللاعب المغربي حكيمي باللاعب الفرنسي مبابي الذي دأب على زيارة صديقه بعد كل مباراة للاطمئنان عليه، وتساءل الكثيرون عن طريقة تعامل الثنائي مع بعض داخل الملعب. حكيمي غرد على تويتر وقال: أراك قريبا يا صديقي عقب فوز المنتخب الفرنسي على المنتخب إنجلترا، فيما كان مبابي قد أشاد سابقا بأداء زميله في نادي باريس سان جيرمان، مؤكدا أن أشرف حكيمي أفضل لاعب ظهير أيمن في العالم، فيما يلعب مبابي ظهير أيسر، وبالتالي ستكون المواجهة بينهما وجها لوجه على أرضية الملعب. أشرف حكيمي ورفاقه الأسود يسعون إلى الاستمرار في تحقيق حلم التأهل للنهائي لأول مرة في تاريخ المغرب بقيادة مدرب آمن بالحلم وبقدرات لاعبيه، وكان شعاره درنية والعمل الجاد من أجل كتابة التاريخ، فيما فريق فرنسا يسعى إلى مواصلة مشوار المونديال بقطر وتكرار إنجاز مونديال روسيا.